السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما زلنا في سلسله حلويات العيد. جيتكم برابح حلوه اللي عباره عن غريبه كتجي رائعه في المذاق ولا في المنظر، سهله اقتصاديه، مكونات متواجده في كل بيت، وكتعطينا واحد الغريبه ولا الد. تجربوا ان شاء الله وغادي تحكموا. بسم الله على بركه الله. نمشيو لطريقه التحضير مع ذكر المقادير. عندي ربعه ديال الزبده، قرصه ديال الملح، فاني، كاس مع مرش ديال سنيده اولا سنيده رقيقه اولا طحنوها. كي درت انا عندي سنيده غليظه راه طحنتها. في هذه الوصفه ما يصلحش سكر كلاصي. غادي نخدمو مزيان السكر مع الزبده. وعدتكم انني ما غاديش نقطع معكم المراحل اللي هما مهمين في نجاح الوصفه. هاد الحلوه راه جميع المراحل ديالها مهمه، ما غاديش نقطع معكم نهائيا هاد الفيديو. وغادي نعطيكم ان شاء الله النصائح اللي هما غادي تنجح معكم هاد الغريبه من اول مره. كاس الا ربع ديال الزيت، الفيديو راه شرح نفسه. الزبده دائما تكون بحراره المطبخ باش تساعدكم في الخدمه. غادي نزيد 2 كيسان ديال الكاوكاو مهرمش. هاد الكاوكاو انا صاوبته هرمشته وتنديرو في تندوزو من 3 المراحل باش نغربلو، نهز الرقيق ونهز الغليظ ونهز الغبره. الا بغيتو ان شاء الله نشارك معكم الطريقه خليوها لي في لي كومونتير، غادي نشاركها معكم. هذا درت المهرمش متوسط باش يعطيني واحد الحبيبات في واحد القرمشه في الغريبه. هنا غادي نزيد الطحين. بالنسبه للطحين هاد المرحله راه مهمه. هاد الغريبه ما كتبغيش الطحين بزاف، ما تكونش قاصحه. غادي ندير 2 ساشيات ديال الخميره. والطحين نزيدو شوي بشوي ونجمعو بصبعان يدينا. انا ما عبرتش الطحين، ما كنعبرش ايديا، كنعرف بها القياس. ولكن بالنسبه لكم ممكن تحطوا نص كيلو ديال الطحين، ممكن يدخل وممكن ما يدخلش نص كيلو ديال الطحين. غادي نوريكم القوام ديالها وغادي نبقى غاديه معكم حتى تشوفوني كيفاش جمعت هاد الغريبه، لان هاد المرحله مهمه في نجاح هاد الغريبه. الا دخلنا ليها الطحين بزاف راه ما تنجحش معنا، ما تجيناش مفقعه. وكاينين بزاف الناس يجمعوا العجينه وتنساو الجناب ديال القصريه وتعاودوا يزيدوا الطحين تما فين تتقصح ليهم الحلوه. نحاولوا نخليو العجينه رطبه ونجمعوا القصريه مزيان، نجمعوا الجناب ونجمعوا العجينه، عاد نشوفوا القوام ديال الحلوه ديال العجينه واش هو هذاك او لا غادي يخصها الطحين. هذه هي الطريقه الصحيحه. الحلويات هكا ديال الطحين اللي ما خصش يدخل فيه، وحتى الصابلي اللي ما خصش يدخل فيه الطحين بزاف، غادي نديرو نخدمو بهذه الطريقه هذه. ها نتوما كيفاش جمعتها، هانتوما شوفوا كيفاش رطبه بزاف.
ومجموعة في نفس الوقت وما تتلصقش. مسيتها باليد الاخرى. هانتوما شوفوا كيفاش صافي. هنا وجدات كنكور كويرات. عندي سكر سبيسيال كويرات بين 28 حتى 30. انا ما كنعبرش يجي عباري في يدي، ولكن عبرت لكم وحده لقيت فيها 30. اللي بغى يدير 30، اللي بغى يصغر شويه يدير 28 ولا 29. هاد الكويرات اللي كندير عبرت لكم وحده عطاتني 30 غرام باش نعطيكم العبار. ملي كتجمع هكا العجينه وكتكور لينا كتعطينا غريبه ملسه، اذا راه ناجحه عندنا العجينه. نكوروها في سكر سبيسيال ونحطوها. ملي الا تتشقق لينا في هذه المرحله راه ناجحه معنا العجينه. المرحله الاولى هي تجمع، تكون ما تطرطقش العجينه في الاول، وهنا ملي كديروها في سكر سبيسيال وتطرطق اذا راه ناجحه. ونصيحه اخرى اللي غادي نعطيكم، ديروا واحد شويه الغريبه ودوزوها مسكر كلاصي وحطوها وديروا ليها اللوزه ديالها، سكر سبيسيال عفوا، وديروا ليها اللوزه ديالها وحطوها. عاد تاني صاوبوا وحدين اخرين، ما تخليوهمش تكوروا وتكثروهم في السكر سبيسيال وتخليوهم تما كتقسح لكم العجينه. تتشرب داك السكر والسكر سبيسيال عرفنا فيه النشا، هذه راه عن تجربه، وكتقسح الغريبه. هانتوما كيفاش تتشقق ملي نكورها راه تتشقق، اذا هنا راه ناجحه معنا. غادي نديروا ليها اللوزه ونضغطوا واحد شويه، ماشي مشكل الا تشققات، راه دوك الشقاق راه تيساعدوها في الفران. ندير واحد الكميه وندير لها سكر كلاصي، ونعاود تاني نغسل ايديا من سكر كلاصي، عاد نكور العجينه الاخرى. هنا من بعد ما عمرت اللاطه، الفران راه سخون تيكون سخون، ملي كندخل الحلوه نقص عليها. هاد الحلوه هاد الغريبه ما كتبغيش طيب بزاف. وهنا ها هي بالصحه والراحه كنقدمها لكم. شوفوا كيفاش جات، المذاق رائع، المنظر ولا اروع. بالصحه والراحه. كنتمنى منكم تجربوها وردوا عليا الاخبار بان عجباتكم. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.